انت عندكم فرح ولا اولمبيات العزبه بدات؟ لا، اصل النهارده في موسم عيد. عيد ايه؟ النهارده يوم الانتصار وعيد الثوره الحقيقي. 3/7 جه ثم انتصر لها يوم 3/7. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. انت كده بتعمل انقلاب في توازنات المنطقه، بقولها لك. عظيم انقلاب. سياده الفريق عبد الفتاح، سياده الفريق اول عبد الفتاح خد نجمه سياده. منح الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قائد القوات المسلحه ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي منحه ترقيه عسكريه رقاه الى رتبه مشير بعد ان كان فريق اول. يا عم ترشح نفسك، هو رؤساء الجمهوريه يجدع منك في ايه؟ يا عم احنا كنا بنقفل انتخابات للي ما يخصناش، هتيجي للي يخصنا ونقصر معاه. بهذا البيان وبهذه الكلمات لا 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 لا، ده انتوا باين عليكم ما تعرفونيش صحيح. ما تعرفونيش صحيح. لا والله يا معلم مش مهتم. الناس اللي في الجيش عارفاني كويس وعارفه اخلاقياتي وعارفه انا بمشي ازاي، بس خلي بالكم مش هسيبكم مش هسيبكم. يا حبيبي انا حر، انا عايز احط نفسي مكانك، انت بتنكد عليا ليه؟ إذا عدنا حديث القاهرة ولا زلنا في أجواء الاحتفال بهذا اليوم التاريخي 30 يونيو. ثورة لم تحدث في التاريخ ولم يتحرك شعب في العالم كله بالأحجام دي لتغيير واقع. وهوريكم بروفه دلوقتي. يلا يا رجاله. غير مسبوق، ده أمر لازم الناس كلها تتوقف، أصحاب الأفكار وأصحاب العقائد وأصحاب إيه ده؟ أنا عايز راجل وابني راجل يطلع يجاوبني على سؤالي، إيه ده؟ أريد أن أصل إلى إجابة على سؤال كان يراودني كثيرا. ماذا لو لم تقم الدوله 30 يونيو يا سياده اللواء؟ سيناريو عكسي ل 30 يونيو، ماذا لو فشلت 30 يونيو؟ كان حال المصريين هيبقى عامل ازاي؟ كنا هنكمل ازاي؟ لو تخيلنا ان 30 يونيو ما كانش في حاجه اسمها 30 يونيو. كنا بنتكلم عن موضوع سد النهضه والى مصر. وانت اللي عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك. وقعوا اتفاق ما بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحريه. بعد علق أن الاتفاق الموقع بين تركيا وليبيا يحقق مصلحة أكبر لمصر عن الاتفاق الموقع حاليا بين مصر واليونان. ترسيم الحدود ترسيم الحدود البحريه ايوه بيننا وبين اسرائيل وبين قبرص وبين اليونان، بعتبره اكبر انجاز عمله الرئيس السيسي في الفتره اللي فاتت. أقول تاني، كل البيانات وكل الوثائق ما تدينيش غير ان انا اقول الحق ده بتاعهم. ترسيم الحدود البحريه بين جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه. لا احنا جبنا جون يا مصريين في الموضوع دوت. حطه في الدفاع طبعا. فانت مش شايفه فخور ازاي؟ امن وسلامه المواطن الاسرائيلي جنبا الى جنب مع امن وسلامه المواطن الاسرائيلي. هو قال ايه؟ يعني استلفنا لدرجه ان احنا خلينا مديونيتنا دين العام بتاع مصر 4 مرات اللي كنا عليه في 2011. احنا جبنا جون. مش محتاج فلوس ايه؟ ده احنا اكتر حاجه عندنا الفلوس، ده احنا مش عارفين نصرفها في ايه. لو 3/7 جه والاشقاء ما وقفوش جنبينا كنا هننجح. صناديق سياديه عربيه جايه تشتري في مصر. استمر والله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ابداع والله. بيع الاول، خلينا قبل ما ندخل في اللاب، احنا ممكن نبيع مواني. خلاص ما تزعلش، ما عادتش تفرق. وقد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا في 3 سبتمبر الجاري بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي. عارفين يعني ايه ان انا اقول الصندوق ده انا بشرف عليه؟ الرجل المناسب في المكان المناسب. اعمل ايه؟ انا مستعد اسمع منكم واسمع نصايحكم، بس حد يقول لي اعمل ايه واجيب منين؟ طب قولي لي، طب انا عايز اي حد من اللي موجودين في ال 100 مليون مصري دول يقول لي اعمل ايه وانا اعمل، او هو يجي يعني. ولا تنسى قبل السؤال انت. وعندنا مشكله في الاسكان، وعندنا مشكله في البطاله، مش عارف أشغل، مش عارف أسكن، وعندنا مشكله في الاقتصاد، أنا مش هاكل، عندنا مشكله في التعليم، أنا مش عارف أعلم. تحتل مصر المركز 139 أي ما قبل الأخير في جودة التعليم. وانا هدفي ان احنا نحافظ على المركز ده وما نخليش غينيا تسبقنا ابدا. قدها ودود يا فندم. مش عارف أعالج. بص فكرك تعرف تتكلم وتعرف تقول حاجة انت ما تعرفش حاجة فيها حاجة. يقول لك خلي بالك ده مش سائل فيك، خلي بالك دول مش واخدين بالهم منكم، خلي بالك ده ما بياكلكش، خلي بالك ده ما بيعلمكش. لا مؤاخذه انا شايف كده كلام احذروا، كلام اللي كان اتعمل من 7-8 سنين
مش هيتكرر تاني في مصر. اللي هيقرب من الكرسي ده يحذر مني، لا اشيله من فوق وش الارض. بس كده حرام والله يا معلم. يا نهار ابوك اسود، انت بتعترض يا واد على حكم القضاء؟ ما تيجي تقعد مطرح يروح امك وتحكم انت. انا عايز اقول لكم بوضوح، نحن ناس شرفاء ان شاء الله، امناء ان شاء الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ نحن لا نخون ولا نتآمر ولا نغدر ولا نكيد. خلي بالكم اللي بيعمل كده بيهد الجيش. ده موضوع في منتهى الاهميه انكم انتوا تاخدوا بالكم منه. لكن نفسيا تفرق، وحضرتك بتدي التحيه العسكريه لشخص ممكن يكون حضرتك متشكك في. احنا مش عايزين نستدعي الحاله دي كتير، لكن عايز اقول لك حاجه انا قلتها. وحضرتك وزير للدفاع، وحضرتك كنت قاعد بتستمع الى خطاب الرئيس السابق محمد مرسي، كنت حضرتك بالظبط كنت عامل كده وتبتسم. ايه اللي كان داير في ذهنك في اللحظه دي؟ الحقيقه اللي كان داير في ذهني ان احنا اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تعطيل العمل. انا اقسمت بالله ان احنا ملناش طمع، وهتشوفوا معلنا اعتزامي الترشح. وقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس، يعني انتوا هتستحملوا سنه كمان، سنه كمان. اصبروا معايا سنتين. قلت اصبروا معايا ايه؟ سنتين. بتحبوا مصر صحيح؟ اسمعوا كلامي انا بس صح، ايوه بس. انا هتكلم عن المواطن الغلبان مش المواطن المصري بس. جه الوقت ان رغيف العيش ابو 5 ساغ ده يزيد ثمن. انت تعتبر ان الشعب المصري هو العصا السحريه، صحيح، ولكن البعض الذي حكم هذا البلد كان بالنسبه له الشعب المصري نقمه عليه، نقمه كان يتعامل معاهم ان هم العبء الاكبر والكبير. ثقافه النمو السكاني، طفل واثنين وستة لابد ان تتراجع. طب وانتم بتسالوني ايه؟ والتعليم انا اقول لكم ايه؟ طب اخبار تحديد النسل ايه؟ المشكله الكبيره اللي موجوده معايا ان انا ان شاء الله راجل صادق قوي وامين قوي ان شاء الله. الراجل ده حالف قسم، يعني استحاله يكذب ولو على رقبته. يعني حضرتك احنا بنتكلم على الغلبان، طب هتعمل ايه للغلبان؟ نقول له انا هزود عليك التذكره جنيه، يقول لك انا غلبان مش قادر. صحيح، وانا كمان غلبان مش قادر. اوعوا تفتكروا ان انا ده ربنا خلقني طبيب اوصف الحاله. لا عطا انت اينشتاين، انت لا اينشتاين الحته يالا. يا انت ايه يا جدع؟ انت ايه حكايتك بقى؟ طب معاكم فلوس؟ محدش قال لك انك انت فقير قوي اللي بيجيب 2 ثلاجه و2 غساله و2 بوتاجاز و2 تلفزيون و100 بطانيه و50 مش عارف عبايه لا، في فلوس. لاحظ حضرتك بطلع بالمقام وبنزل، اكيد حضراتكم عارفين الموضوع ده. لا، يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي. المصري ما بيتفسحش يا طارق، المصري ما بيتفسحش عشان مش لاقي. المصريين معاهم فلوس كتير، سواء كانوا مستثمرين او حتى مواطنين عاديين. الناس ممكن تزعل فبغير يعني، واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده. احنا ما بنبيعش الوهم للناس ابدا، الوهم ده ما نعرفوش. احنا ما بنتكلمش كتير، بس انا بقول للناس كلها ما حدش هيقدر ياخد نقطه ميه من مصر، واللي عايز يجرب ايه؟ طب اقولها لك اهو، لكل حاسد كل حاقد بيحكي على كومنتاتي وبوستات، احب اقول له يعني ايه كلمه وطن؟ يا وطن يعني حضن، وطن يعني حضن بلدنا هو الوطن. كهن، بلد كهن. يا دفعه تعالوا هنا، عيد ميلاد يا ابني. سنة حلوة يا رؤوف. 8 سنوات، ودي ذكرى مهمة للي فاهم أرقام واللي فاهم تاريخ، يعرف إن بكرة يوم مش زي أي يوم. 8 سنين من الإنجاز، ذكرى الثامنة لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية. كل واحد فيكم افتكر من 8 سنين مصر عاملة ازاي وكنا واصلين لمرحلة ايه، النهارده بقينا عاملين ازاي. الكلام اللي كان اتعمل من 7-8 سنين، انا مش هسمح لك تقول العسكر تاني. الكلمة دي لا غير مقبولة على جيش مصر بالمناسبة، ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر. أنا أقسمت بالله إن إحنا ملناش طمع، وهتشوفوا ملناش طمع في أي حاجة. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. حد يموت أو حد يحصل له حاجة في عينيه يتحكم الضابط أحمد، لا مش هيحصل. أنتوا مش عارفين إن أنتوا نور عينينا ولا إيه؟ اليوم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزي العسكري، معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. خلي بالكم كويس قوي، احنا ما لناش طمع في حاجة خالص. النهاردة فترة أو 2 على الأكثر، مفيش خير تاني. محدش هيقدر يبقى موجود يحكم مصر ضد إرادة الناس. تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي، أزعل ولا ما أزعلش. أنا ما أقدرش أحترم نفسي لو فكرت بهذا الشكل، إن أنا أعمل خطة للاستيلاء على الحكم في مصر. ما أقدرش أحترم نفسي،
فدي ازعل، فدي ازعل، ويبقى انا كمان ما بحترمش الناس، ما بحترمش اراده المصريين اللي انا بتكلم عنها. 8 سنين من عمر مصر اتغير فيهم كل شيء. اصبروا وسترى، اصبروا وسترى يا مصريين، اصبروا. نصبر يا فندم. العجب العجاب في مصر، بس اصبروا بقى. وقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس اصبروا عليا بس شويه. 6 شهور بس، يعني انتوا هتستحملوا سنه كمان، سنه كمان. اصبروا معايا سنتين. اصبروا عليا كمان شويه. قلت اصبروا معايا ايه؟ سنتين. والله العظيم طول ما انتوا صابرين ما حد هيسبقكم. تصبروا وتتحملوا، تصبروا وتتحملوا، تصبروا شويه، مفيش غير كده. تصبروا وتتحملوا. قسما بالله لو كان الموضوع وجبه واحده في اليوم لابناء امه، اقسم بالله لا اقعد بقيت عمري اكل وجبه واحده. والله العظيم 3 انا مستعد اكل ربع اكلي لمده سنه بس هي تعيش. لا لا لا، احنا ما ناكلش وما نعيش كده، احنا ما ناكلش، انت فاهمه؟ قعدوا 3 سنين لدرجه ان هم وصلوا ان هم ياكلوا ايه؟ ورق الشجر. انا مش هاكل. بقول لك شوف، انت المعلمين في مصر مش لاقيين ياخدوا، صحيح؟ ما عندناش تعليم جيد، انا بقول لك صحيح. ده المدارس عندهم خيبانه ومش جيده، صحيح. ما عندناش علاج جيد في مصر، صحيح. ما عندناش توظيف جيد في مصر. اهتموا بحالكم وزيدوا وعيكم واعرفوا حجم التحدي اللي موجود في بلدنا. انا عشان اعمل المليون راس محتاج اكتر من 60 مليار جنيه. منين؟ طيب قصور رئاسيه. امال ايه؟ عشان اعمل 100,000 صوبة عايز 100 مليار جنيه. منين؟ امال ايه؟ انا عامل قصور رئاسيه. عشان اعمل المزارع السمكيه اللي موجوده ال3 دول على الاقل دلوقتي مش اقل من 30 مليار جنيه. منين؟ هو انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه؟ لا، انا اعمل واعمل. انا مستعد اسمع منكم، بس حد يقول لي اعمل ايه واجيب منين؟ اعمل ايه؟ محليات وقلت يعني فيها شويه فساد يعني. طب اعمل ايه طيب؟ عندي 100 مليون عايز اعيشهم، اعمل ايه؟ جه الوقت ان رغيف العيش ابو 5 صاغ ده يزيد ثمن. لازم نعيد ترتيب وصياغه دعمنا اللي بنقدمه للناس. احنا لما خدنا قرار تعويم الجنيه المصري كنا عارفين ان ده هيعطي فرصه حقيقيه لمصر انها تصدر صناعه وزراعه بشكل كبير. نقول له انا هزود عليك التذكره جنيه، يقول لك انا غلبان مش قادر. صحيح، وانا كمان غلبان مش قادر. انا ما هتخليتش ومش هتخلى عنك ولا هتخلى عنكم الا ان انتم قلتوا لي امشي عشان الكرسي يقعد هو ونخرب فيها ونخليها كهل بلد كهل. شكرا جزيلا.